السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان أن التكرارات الحرفية للإصحاحات تدل على تحريف الكتاب المقدس. في الحقيقة أن القارئ والباحث في الكتاب المقدس هيجد أن بعض من الإصحاحات مكررة تكرار حرفي، وزي ما قلنا قبل كده أن الإصحاح هو عبارة عن مجموعة من الفقرات أو الأعداد كما يسميه النصارى. وهذا الكلام بيدل على ان كتاب الكتاب المقدس كانوا بينقلوا من بعض للأسف نقل مسطرة بدون اي وحي ولا الهام ولا روح قدس ولا اي شيء من اقاويل النصارى. تعالوا كده نشوف نماذج من هذا النقل الحرفي والتكرار الحرفي للإصحاحات. يعني مثلا على سبيل المثال نجد أن الإصحاح العاشر من سفر أخبار الأيام الأول يطابق تمام التطابق الإصحاح 31 من صموئيل الأول. لو جبنا الإصحاح العاشر من سفر أخبار الأيام الأول والإصحاح 31 من سفر صموئيل الأول هنلاقيهم نسخة بالكربون. أيضا الإصحاح 17 من سفر أخبار الأيام الأول يطابق الإصحاح 7 من سفر صموئيل الأول. أيضا الإصحاح 17 من سفر أخبار الأيام الأول نسخة كربون من الإصحاح 7 من سفر صموئيل الأول. برضو الإصحاح 19 من سفر أخبار الأيام الأول يطابق الإصحاح 10 من سفر صموئيل الثاني. أيضا الإصحاح 18 من سفر أخبار الأيام الأول يطابق الإصحاح 8 من سفر صموئيل الثاني. وأيضا الإصحاح 19 من سفر الملوك الثاني يطابق الإصحاح 37 من سفر أشعياء. يبقى التكرارات ديت حصلت لأن كل كتبة الكتاب المدعو المقدس كانت بتنقل بدون أن يكون فيه أي وحي أو أي إلهام أو أي روح قدس، وهذا يثبت التحريف الواقع في الكتاب المقدس. جزاكم الله على حسن الاستماع. نستودعكم الله، نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.